القرآن هذا موجود عبال المقلب والله النبي عبال المقلب. قبل عمو توفى قلت امي ذكر علي دور المقلب شلون قلت يومنا قاعدين قاعد مخنوق وضايج وعلى المتصل في التليفون خالعوا في التليفون عندنا تصوير يوم عندنا تصوير وعمار ضايج مطيقه. فيك ضايج ولد ما ضايجي بعد لازم التليفون شو فيك ضايج؟ انا احكي فيك ليش اليوم والله اقول عمار ضايج شعر ضايج احكي مار عبد الوادم مو صوتك صوت اللي يجي يمك خل اخذ تصوير وادخل البيت غير يحكي لا والله شو ضايج اليوم صار شكو تعارك شو فيك؟ داشي اليوم مشو هذه على ضجة مالتك احكي لا طفي ما طفي والله طفي صوت ما طفي والله يعني شو احكي يعني صار التليفون قاعد يكتب شو ضايج احكي والله ذكريات بقي ما نشوف الطريق يعني مشاكل لا مشاكل إنسان لا مرتاح طبعا كل الناس يعني مرتاح بس من مرتاح من واحد مشاكل لا عندهم بيت لا مرتاحين لا شغل لا دراسة كملنا في سنتين انشرع قلبي وثالث همين لو يطلع لك سعيد لولا وإذا ماكو وعلى مدها ضايج لا يعني هو مشاكل ما تحكي صارت وصية هاي يا خالي ودام انت شو تقول لمتابعينك ايش شرفك قاعد تحكي خليك تصير يعني وصية هاي اي والله ذكر ايش فيك هذا اللي ما يعني انا احب كل انسان يحبني حتى اللي يكرهني يعني همين احبه هاي قلب الطيب خالي يا ربي ان شاء الله انه انا يعني وصلت اللي مو وصلت اللي اريد يعني وصلت الناس اللي هم كانوا مثلا يعني وصلت رسالتك خال وصل رسالته هو يعني عنده فكرة حلوة لا ايوه وصلت رسالته هم مثل ما نقدر على قد المستطاع انه قدرت اضحك الناس يعني شيء وصيت مع كل من كان يعني هاي صدق يصير وصية يعني اي والله بالقرآن شو بيك من دام يشتري ميتين بعد منو يدري بهذا الفيديو جهانا كنا احنا هيك قاعدين هيك نكتب يا الله عمار ليش عمار؟ مالك والله شاب صغير والله ما احلى لك الموت والله صعبني اليوم قد محيط ما ينام ليله يعني بدل ما تشجعون انتم تفتقدون طبعا مو الاكثر يعني قليل مو الاكثر قاعد يدعمون يقدرون تعبنا والله كلش قاعد نتعب قاعد نصور مقاطع صعبني اليوم قد محيط ما ينام ليله ما تدلون بمكانه ارد جيله الغيم لو طق الهوى يكسر لحانه وانا طاق لفراقهم صغيره وعلي شباب بعدهم قالت راح تنترك فترة طويلة اكثر وما بعدين حسون ان شاء الله يديرون اخوك حسون يستاهل حبيبي.